بتمنى يعني كل حدا فيكم قبل ما تكتبوا شي لحدا، عرفوا الشخص شو هو، كيف هو، بشو عم يمر، شو هي الظروف اللي عم يمر فيها. بلكي كان نهاره ما حلو، انتوا اجيتوا كأبتوا عليه اكتر. اتركوا العالم بحالها. والله اذا ما عندكم شي بوزيتيف تقولوه لا تقولوه، لانه يعني عن جد ما حدا ناقصه الكره اللي عم ينتشر هيك. اليوم انا اليوم انا قررت اطلع واطالع لكم اللي بداخلي، ولأول مرة بحياتي. يعني انتم بتعرفوني انا شخصيتي مو هيك، ما بحب احكي عن اشيائي الخاصة، حياتي الخاصة بحب خلاص اخليها بداخلي، وما بحب اطلع على العلن، ولا بحب ترند، ولا بحب هي كل هالامور. بس اليوم انا قررت ولأول مرة اطلع احكي بحياتي، لانه قبل شوي انا قاعدة عم بلعب مع ادم وميرا انه هي في شيء مقلب. تمام، في معقوله هي الرساله تكون مبعوثه الي، لانه كلها كلمات بذيئه، يعني الرساله ابدا مو محترمه. هي رساله باللغه السويديه طبعا، بس انا راح احكي لكم مختصر. يعني الرساله انه مره ثانيه تطلعي تحكي عني بالسوشيال ميديا. انا ما حكيت عنك بالسوشيال ميديا، راح اجي انا شخصيا بتمك. فهمتي ولا لا؟ انتي وحده حيه وما بدي اشوف وجهك مره ثانيه. انا قاعده بجايز، انا بحالي ما عملت شيء، ولا حكيت عنهم، ولا عملت، ولا مع اني بتجيني كثير رسائل، كثير بشوف مقاطع على التيك توك كثير، بس خلص انا سكرت على الموضوع. اليوم تجيني هي الرساله، يعني انا ما عم بعمل، انا عم بتفادى، انا ما عملت شيء، انا عم بتفادى وما عم بحاول اعمل اي مشاكل ولا اي شيء. يعني حتى بايفنت نور ستارز رحت، شفت كل العيله هونيك، سلمت على الام لاني انا بحترمها وبقدرها، وسلمت عليها. وانا كنت حابه يعني نرجع نتصالح، لانه احنا بالنهايه اهل، وعلى موضوع تافه قلت خلص يعني. فاليوم بتفاجئ انه هيك جايتني هالرساله. يعني انا شوفوا شلون عم بفكر باي طريقه، وهم شلون عم يفكروا باي طريقه. فانا بس حبيت احكي لكم انه اللي على السوشيال ميديا كله فيك. اللي انتم الصوره اللي انتم بتشوفوها كلها فيك. هاي هي الحقيقة، هي هذا اللي انتم ما بتشوفوه ورا الكواليس. تمام، يعني انا بتفادى، انا ما بطلع احكي، ما بحب اطلع اعمل بلبل وترند، مع انه انا في كثير مواقف صايرة معي، يعني معنا مع بيت بيوتي. مو العيد ميلاد، هذا العيد ميلاد موضوع تافه، في اشياء ثانية صايرة قبل العيد ميلاد، وانتم شفتوا بعض من هالشغلات، هي بس اشياء بسيطة. تمام، في اشياء ثانية انا ما بحب اطلع احكي عنها، لاني ما بحب الشوشرة، وما بحب احكي، وما بحب، ما بعرف. فانا مثل المصدومه، انه انا ليش هيك انه انا عم بتفادى. ليش الناس عم تجي تتهجم علي، تكتب لي هيك رسائل؟ انا شو عملت؟ انا لا قللت احترام؟ انا المفروض هي تحترمني، ما تكتب لي هيك رساله، لانه انا مرت خالها. هي اولا واخيرا. كنا بيوم من الايام، لك انا وياها كنا بستيز، يعني كانت تحكي لي امور وانا كنت احكي لها امور واسرار ما حدا بيعرف عنها. يعني هيك فجاه كل شيء ينمحي. يعني والله انه انا متفاجئه انه شلون هيك في ناس تستاهل العتب. فانتوا اللي بتشوفوا بالسوشيال ميديا، هي الصوره اللي انتوا شايفيها هي كلها فيك. بالحقيقه او وراء الكواليس هي غير شيء. كل خراولو خراي عليك خراي، بدك هيك واحد يقول لك خراي في تمك، هي بنص البس بلا حصطيزي. عم في عيونك ما اشحشك يا زلمه.